بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكريب الاقتصادي من الألف للياء. هو مش اقتصادي جامد، هو اقتصادي بس في العجينة، لكن ما شاء الله فعلا اقتصادي في السعر بتاعه وفي كل حاجة. عايزة اقول لكم يا جماعة ان انا هوفر اكتر من نص التمن. انا حسبت التكلفة بتاعت اليوم ده تقريبا صرفت حوالي 350 جنيه. انا طبعا عملت سندوتشات بحوالي قولوا مثلا ايه 350. انا صرفت وفرت حوالي 170 جنيه يا جماعه، وفرت 170 جنيه. فاحنا هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل الكريب الاقتصادي جميل جدا جدا. هنعمله بالميه، هنعمله ببيضه واحده بس، مش هنعمله بلبن، طبعا اللبن غالي وكمان البيض غالي. فاحنا ايه هنعمله بالميه، وهيطلع يا جماعه مفيش فرق نهائي. اول حاجه امشوا على المقادير. معايا هنا 3 كوبايات من الميه قصادهم 3 كوبايات من الدقيق، وهحط بيضايه واحده بس. طبعا هحطهم في الخلاط، ده خلاط حامض، خلاط طبعا بايظ، إن شاء الله اصلحه في اقرب وقت. فانا هاعمل ايه؟ اول حاجه احط الميه الاول، ما احطش الدقيق الاول. لو حطيت الدقيق الاول هيلزق في الخلاط، وهتيجي تحط الميه هيتهدر منه كتير. فانت حط البضايه وحط الميه الاول، وبعد كده يا جماعه حطوا الدقيق. عايزه اقول لكم ان الخلاط بتاعي يا دوبك اخد الثلاث كوبايات دقيق والبيضه والثلاث كوبايات ميه، تمام كده. لو انت طبعا لسه هنحط نص كوبايه ميه تاني، علشان طبعا انا حاطه بضايه واحده. لو انا حاطه لكل كوبايه دقيق كوباية لبن وبضاية، مش هتحتاجي نص كوباية، تمام كده. يبقى لو انت هتعمليه باللبن هتحطي كوباية لبن قصادها بضاية، قصادها كوباية دقيق، قصادها معلقة زيت، وتحط طبعا رشة بهارات عشان طبعا ريحة زفارة البيضة، وتحط كمان الملح بتاعك. انا حطيت الدقيق على مرتين علشان مش يتكتل مني، وعشان كمان الخلاط يشتغل كويس يعني، تمام كده. دول انا معايراهم يعني بالكوباية اللي انتوا لسه شايفينها دلوقتي، تمام كده. فأنا عملت إيه، 3 كوبايات مَيّة، 3 كوبايات من الدقيق، بيضاية واحدة. طبعًا هاحط كمان 3 معالق من الزيت، وأحط رشة بهارات عشان ريحة البيضة، وهاحط كمان شوية ملح عشان أضبّط الطعم. وبتعملوه بالقوام كده زي ما أنتم شايفين، بالقوام ده عامل زي عصير الجوافة كده زي ما أنتم شايفين يا جماعة. بُصّوا، هو في نفس الوقت مش سايب جامد، أنتِ بتاخدي خَط كده من النُص، هو ما بينزلش كده زي ما أنتم شايفين، تمام كده؟ طبعًا أنا هاسيبه يرتاح 10 دقايق. في الفترة اللي هيرتاح فيها ديًّا أنا هاجهّز الحشوة بتاعة الكريب. أنتِ تقدري تحشيه بطاطس وكاتشب وجبنة موتزاريلا، ممكن تحشيه سجق، ممكن تحشيه شاورما فراخ، تحشيه بانيه، براحتك خالص. أنا طبعًا هاعمله بالشاورما. فأنا معايا هنا طاسة حطيت فيها شوية زيت، ونزلت ببصلاية حجمها كبير جدًا زي ما أنتم شايفين كده، مقطّعاها كده جوليان. هاخلّيها يا جماعة تدبل. بعد كده هانزل بالفراخ بتاعتي. طبعًا أنا غاسلاها، ديّة نُص فرخة يا جماعة، يعني ديّة نُص فرخة اللي هو الصدرين اللي فوق، تمام كده، مقطّعاهم كده شرايح كده زي ما أنتم شايفين. فأنا حطيتها كده في الطاسة كده لمّا البصلاية بتاعتي دبلت يا جماعة، وبعد كده أول ما هتغيّر الفراخ لونها هابدأ بقى أحط المكونات بتاعتي. أنا ما هاحطش بقية المكونات والفراخ نيّة عشان طبعًا بتكون زفرة، تمام كده. أنا غاسلاها طبعًا بليمون وبملح كويس جدًا. ما تحطيش طبعًا خل على الفراخ وأنتِ بتغسليها علشان بيثبّت الزفارة، تمام كده، وبيخلّيها تشد. غيّرت لونها كده زي ما أنتم شايفين. عندي كده فلفل أخضر، وعندي كمان فلفل ألوان أحمر وأصفر كان عندي في الفريزر. ممكن تحطّي طازة لو موجود، تمام كده، ما بيفرقش خالص، بتطلّعيه مجمّد وبتحطّيه على الطبخة زي ما أنتم شايفين كده. بعد كده معايا هنا حبّايتين من الطماطم متقطّعين كده مكعبات، وهاقلّب كده الخضار بتاعي طبعًا بالفراخ بالبصل، ضيفي كمان فصّين توم لو أنتِ حابة، قطّعيهم كده أو افرميهم، تمام كده. طبعًا دلوقتي هاحط بقى البهارات بتاعتي الموجودة كده زي ما أنتم شايفين، تمام. أنا معايا هنا ديّة خلطة البهارات اللي هي كمّون، زي ما أنتم شايفين كده. هاحط كمّون، وهاحط كمان فلفل أسود، وهاحط كمان كزبرة من الناشفة، وهاحط توم بودرة وبصل بودرة. أنا باحطهم طبعًا على بعض. ديّة الكزبرة الناشفة يا جماعة. في حاجات أنا كنت لسه جايباها لسه ما حطيتهاش في العلب، وفي حاجات محطوطة في الأكياس كده زي ما أنتم شايفين، يعني في حاجات في العلب وفي حاجات في الأكياس. ده يا جماعة كركم على كاري. أنا الغرض أنا عايزة أحط كاري، لو موجود كاري لوحده حطي. عايزة أقول لكم إنه هيخلي لون الفراخ كده صفرا كده، هيخلي لونها تحفة. وده توم بودرة على بصل بودرة. أنا باحط الكركم والكاري على بعض لإني باستعملهم مع بعض، وباحط التوم البودرة والبصل البودرة مع بعض عشان كمان أنا باستعملهم مع بعض.
تمام كده. ودي بابريكا يا جماعة بتدّي طعم حلو جدًا وبتعزّز كمان اللون والطعم. أهوًا لو أنتِ حاباها حراقة ضيفي قرن أو واحدة من الفلفل الحامي، وممكن تحطّي نُص معلقة شطة. طبعًا هنحط ملح كده زي ما أنتم شايفين، لو عندِك كمان رشة زعتر أو روزماري ممكن تضيفي، مع رشة كمان جوزة الطيب، أو حطّي البهارات اللي أنتِ بتحبيها، تمام كده؟ أنا طبعًا هاقلّبها كده أو هاحطّها كده على نار التانية تكمّل سِوَى على العين التانية، وهابدأ طبعًا أحط طبعًا أجهّز العيش بتاع الكريب بتاعي، تمام؟ عايزة أقول لكم إن الولاد انبسطوا من الأكلة دي جدًا، 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 انبهروا بيها أحسن ما بيجيبوها من المطاعم بمراحل. عايزة أقول لكم إن ابني جايب ساندوتش صغير جدًا في العيد الصغير اللي فات ده أهو، كان ب25 جنيه صغير خالص قد كَف الإيد، يعني أقل من كَف الإيد بتاع ابني يعني صغير، الفراخ اللي كانت موجودة فيه يا جماعة كانت فراخ عجينة، من اللي هي البانيه بتاع الشركات، كان عجينة كده ما لوش أصلًا أي دعوة بالفراخ نهائي. طبعًا جِبت طاسة إن شاء الله ربنا يكرمنا ادعوا لي وأجيب طاسة كريب بتكون أوسع من الطاسة ديًّا، وطبعًا بتدّيكِ طبعًا أرغفة حجمها كبير، تمام كده. أنا دهنت الطاسة بتاعتي الزيت، مسحتها كده بالمنديل، وطبعًا على نار عالية جدًا عشان طبعًا إيه، ننجز كده في الوقت، وأول ما يغيّر لونه كده أو أول ما تحسّي إن هو طبعًا نشف يعني أو استوى، بت بتغ طبعًا بتديّريه كده أو بتقلبيه، تمام كده. مش شرط إن هو ياخد لون، لإن لسه إحنا هندّي له لون بعد لمّا يتشوي، أو بعد لمّا يعني إيه نحمّصه. أهو العيش كده زي ما أنتم شايفين حلو جدًا، جدًا، بس هو سخن هاوريكم طبعًا بعد ما أخلّص كل الكمية. بتطلّعي كده فوطة من فوط المطبخ تحطّيها على صينية وتحطّي العيش عليها، بس ما تغطّيهوش علشان مش يعرق لإنه طبعًا لسه سُخن. أهوًا حُطّي كده بمقدار كده مغرفة، وطبعًا هاوزّعها كده زي ما أنتم شايفين في الطاسة كلّها. لو طاسة كريب هتكون أفضل وهتدّيكِ أرغفة حجمها كبير، ديّة مدّياني كده أرغفة حجمها وسط، ديّة طاسة مقاس 28. إن شاء الله بإذن الله أجيب واحدة كده 32 أو 36 تكون للكريب والعيش، بإذن الله تعالى ادعوا لي يعني. أهو أول ما تحسّي إن العجينة كده اختفت كده من فوق، بتحطّي أهي زي ما أنتم شايفين ما شاء الله، بس أنا حرّكته هنا يا جماعة وهو لسه كان مش مِسِك تمامًا، فعشان كده ماسك في بعضيه. أنتِ ما تخلّيهوش ما تمس مش تلمسيه إلا أمّا تحسّي تمامًا إن هو اختفى، تمام كده؟ أهوًا كده زي ما أنتم شايفين ما شاء الله، هي خلاص مسكت عشان طبعًا أنا حرّكتها قبل ما يستوي، أهوًا ما شاء الله. عايزة أقول لكم إن جوزي شكّر فيه جدًا، جدًا وقال لي: "أحسن ما بنجيبه من برّه." إحنا جبناه من برّه يا جماعة الرغيف أي نعم حجمه كبير، بس رقيّق جدًا، جدًا، جدًا. زي ما أنتم شايفين هو من حلاوته كمان وعشان سِبت العجينة تستريّح، عمل فُقاعات. بُصّوا ده كل كمية الدقيق، عايزة أقول لكم إن أنا عملت واحدة كوباية كمان من غير بيض خالص، يعني مَيّة ودقيق وشوية زيت، معلقة زيت شوية بهارات وملح وزوّدت الكمية، عملت حوالي 15 رغيف، تمام كده؟ أهو زي ما أنتم شايفين عمّالة أطبّق فيه، ده بيدُل إن العجينة بتاعتي ناجحة جدًا، مش بتتكسّر ومش بتتهري معاكِ، حلوة خالص، خالص، طرية جدًا، جدًا ما شاء الله. جرّبي تعمليه ما تعمليش الحاجة يعني نُص كيلو دقيق ضبّط لي الدنيا، تمنه تقريبًا الكيلو ب16 يا جماعة وب17 في الهايبر، وفي اللي هو السايب، والأكياس بيبقى ب20 وب18 يعني زي ما أنتِ عايزة. أهو زي ما أنتم شايفين بُصّوا، بُصّوا حلاوته وجماله. هو ده اقتصادي يا جماعة ولا ببيض ولا بلبن ولا بأي حاجة، أنا حطيت بيضاية واحدة بس علشان طبعًا بيتعزّز لي كده القوام بتاع الكريب ما شاء الله. أهو زي ما أنتم شايفين ما شاء الله، ما يفرقش طبعًا اللي أنا عملته بالبيضة أو من غير البيضة، لإن طبعًا بيضة واحدة مش هتفرق في الكمية دي كلّها، في 4 كوبايات دقيق يعني. أهو زي ما أنتم شايفين ما شاء الله. طبعًا حمّرت معايا بطاطس وجهّزت الشاورما بتاعتي ومعايا جبنة موتزاريلا اسمها بيتزا، مش بيتزا، بيتزا. أهي زي ما أنتم شايفين بس الكيس ده نُص كيلو ب60 جنيه يا جماعة. وده بطاطس طبعًا حمّرتها ما شاء الله، البطاطس دي نوعها حلو جدًا في التحمير مش بتشرب زيت، مقرمشة وجميلة خالص يا جماعة. عايزة أقول لكم إن الطبق ده كان مليان، الولاد رايحين جايين عليه. ودي الشاورما كانت خطيرة، 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 ممكن تاكليها بعيش شامي، تاكليها بعيش شاورما، تعمليها فتة شاورما برُز أصفر، وتحمّري العيش، وتعملي جنبها تومية، كذا ف يعني كذا نوع ممكن تعمليه بيها. إن شاء الله في الأيام الجاية نعمل مع بعض فيديوهات حلوة جدًا، جدًا. معايا الجبنة يا جماعة أهي زي ما أنتم شايفينها ما شاء الله،
حلوة خالص يا جماعة وطعمها حلو، أول مرّة أدوق جبنة موتزاريلا تكون حلوة، على فكرة الجبنة الموتزاريلا اللي بتكون في الأكياس اللي زي ديّة بتكون نوعها نضيف وحلوة، أنا جبتها كذا مرّة في الأكياس بتكون حلوة، لكن السايبة بتكون مش طعمها مش قد كده يا جماعة، تمام. حطيت طبعًا الجبنة الأول عشان طبعًا ديّة هتسيح، وبعد كده حطيت الشاورما والبطاطس المحمرة ونحط الكاتشب، حابة تحطي مستردة أو مايونيز براحتك، لكن إحنا الصراحة ما بنحبوش، إحنا آخرنا الكاتشب. لكن مستردة ومايونيز جبتهم أكتر من مرّة قبل كده، وفضلوا في التلاجة لغاية الصلاحية بتاعتهم ما بتبوظ، وبعد كده بارميهم، فخسارة نجيب الحاجة ونرميها، ممكن تستخدمي بس ال المستردة لو أنتِ هتحطيها على البرجر أو على كفتة الفراخ بتدّيها طعم حلو، غير كده ما باستعملهاش خالص. فإحنا كده تنينا طرف كده صغير كده من الرغيف عشان طبعًا يدّينا الرغيف حجمه كبير شوية، أهو زي ما أنتم شايفين، فهاحط كده طرف صغير كده زي ما أنتم شايفين، عشان يدّيني مثلث تمام، وبعد كده هاحط الجبنة الموتزاريلا أهيًا، بعد كده هاحط الشاورما، عايزة أقول لكم إن أنا نسيت أحط كاتشب في الرغيف ده، فتحته وحطيت فيه تاني، وطبعًا حطيت بطاطس، عايزة أقول لكم لو أنتِ حطيتِ أقل حشوة وأنتِ حاطة الكاتشب والموتزاريلا والبطاطس بياخد أقل حشوة وبيكون طعمه مش متغيّر حاجة خالص، لأ زي ما أنتم شايفين أنا مضبّطة الساندوتش ومالياه بالحشوة كده زي ما أنتم شايفين، هنا أنا نسيت أحط كاتشب، فأنا هافتحه تاني وهاحط طبعًا الكاتشب، تمام كده؟ وده شكل الساندوتش كده ما شاء الله، لو حابة تاكليه كده براحتك، لكن لمّا بتدّي له تحميصة بتعزّزي الطعم بتاعه أكتر، أهو يا جماعة حطيت الكاتشب زي ما أنتم شايفين، عايزة أقول لكم إن كاتشب هاينز ده طعمه حلو جدًا، جدًا يا جماعة، فعلًا طعمه مميز عن أي نوع كاتشب تاني، ما شاء الله، أهو زي ما أنتم شايفين. هنجهّز بقى معانا طاسة على النار، وطبعًا أو جريلا لو عندكم، وهندّي له كده تحميصة كده من الناحيتين أو لون يعني، ديّة الطاسة اللي كنت باعمل فيها كريب بقى توفيرًا بقى للمواعين وكده، طاسة سخنة حطيت فيها معلقة واحدة بس من الزيت، وطبعًا أنا باحط معلقة في كل رصّة، تمام، عشان بتدّيني لون حلو للكريب، وتلميعة كمان، أهون هياخد لون، هاروح أنا إيه قلباه على الناحية التانية. ما شاء الله أهوًا أخد لون كده زي ما أنتم شايفين، حابة أنتِ تزوّدي اللون عن كده براحتك خالص، عملت طبعًا جنبه مخلل، عايزة أقول لكم إن المخلل مع الكريب حاجة خطيرة، وقطعت طبعًا طماطم وخيار، وعايزة أقول لكم إن اتنسف أهوًا كده زي ما أنتم شايفين، فطبعًا ده شكل الساندوتش زي ما أنتم شايفينه كده، الحروف بتاعته مقرمشة وحلو جدًا، جدًا، وما شاء الله الجبنة كده دول اللي أنا عملتهم الأول يا جماعة، فكانت طبعًا إيه الهدي شوية من السخونية. زي ما أنتم شايفين، لكن اللي في الآخر ده هتلاقي الجبنة بتاعته بتمُط ما شاء الله، تحفة جدًا، جدًا، جدًا. بُصّوا ده كان آخر واحد تقريبًا، الجبنة بتاعته بتمُط، طعمه حلو جدًا، جدًا، ما شاء الله وفّر لي عملت أكتر من 13 ساندوتش، غير ما فاض منّي كمان 2 رغيف، عايزة أقول لكم إن إحنا نسيناهم، كنت عايزة أحطّهم في الفطار تاني يوم، بس طبعًا نسيت خالص والله. وطبعًا وفّرت طبعًا أنا إيه، إن أنتِ هتجيبي والأكلة دي من برّه كانت هتدخل لها في 400 جنيه، غير أنا لسه عندي نُص الكيس الموتزاريلا وعندي لسه بتاعة الكاتشب نُصّها كمان، أهون كده زي ما أنتم شايفين، وفّرت أكتر من 200 جنيه في الأكلة دي يا جماعة، لو هتجيبي